الدرجات في النار. أخوة الإيمان والعقيدة، يقول الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد هو ما يأخذ المسافر معه من متاع، وكلنا في حال السفر إلى الله سبحانه وتعالى، وخير ما نتزود به لذلك اللقاء هي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال لي مسلمانا خذ تعالى بالمرة دبي شفاء آياتي عزيمة دبي وتزودوا. ناقو إنسان كي هرجاكي جلي خو ولا خورني خو بخرة دبيع خذ تعالى بتزودوا بخور الراكن أم تراكن يا ربي. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. تقوي خذ تعالى قسري كون هرنا حزري خذ تعالى ترسي خذ تعالى براد هندري وضعها بي كون تشفتنا كن هرنا ودنا برا عملي وبورا هرنا رنديا وبورا هبه قم معنا بين نحفر قيامة الوبكي. قال لي مسلمانا فما التقوى وكيف يتقي العبد ربه؟ التقوى ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجبا وحاجزا. التقوى أنه ما بيني وخاء وتشتق خذ تعالى حرم كريم ديوارك ليك. قال لي مسلمانا ديوارك يقوم به ما بين اخوه وتشتق خذ تعالى حرم كل مع بيت دري كافي. قال لي مسلمان وعرف علي بن ابي طالب رضي الله عنه التقوى فقال هي الخوف من الجليل. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. علي بن ابي طالب رضي الله عنه والتقوى الخوف من الجليل ترسي خذ تعالى ديندري تذهب، والعمل بالتنزيل سر قرآن وسنته بمشي، والقناعة بالقليل قناعتي تهبه واستعداد ليوم الرحيل ترياقو كدشة وفي دنياك هري ودنيا خشيرة حاضرتي. قال لي مسلمانا وسأل عمر رضي الله عنه جيكي برزق الصحابياكي كعبا فقال له ما التقوى؟ قلت تقوى كم معنى أخويا؟ فقال كعب يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ فقال عمر أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال كعب تلك تقوى. ويكيج عمر بن الخطاب بس كده قلت كم معنى تقوى يا أمير المؤمنين؟ قلت تقوى قل يا أمير المؤمنين ما تقعدك الرياء كيرا استريتي لو متتيرا نما شيء وعز مشيا ما قلت أتشكر قم مخواه المالا وباكي خوشني باكي خوانيري أسكن نجي خوا ديننا كرة قم حساب كر ترسي وأنه استرياك دنجي مرة هري قفات تقوى أنك تشمر للطاعة فاستطاعت المالا وتنظر في الحلال والحرام بريت تشتكي بكي بنفاح حلالة لحرامة والمخافة والخشية من الله سبحانه وتعالى. ترسي خذي تعالى جي دهندري تذهب أيها الإخوة.